السلام عليكم. لا فيديو ديال اليوم خبيزات معمرين بالصلصه ديال الطماطم والجبن، فالمذاق ديالهم كيجي بحال البيتزا وكيوجدوا فساع. فكنطيبوهم غير في المقله. فهنا عندي الماء دافي ولا الخميره. في الزلافه كندير الدقيق، الملحه، وكنبدا كنعجن وانا كنضيف داك الماء دافي مع الخميره شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. في الزلافه كندير شويه ديال الزيت. العجينه كيف ما كتشوفوا معايا فكتجي رطبه. كنقلبها في داك الزيت حتى كتلبس مزيان بالزيت بلا ما كنعجنها. كنغطيها وكنخليها تخمر في بلاصه دافيه. بالنسبه لصلصه الطماطم فانا درت الزيت، الثومه، البصله، ورقه سيدنا موسى او ورق الغار مع الزعتر. كنخلي داك البصله كتهبط شويه وكنزيد عليها الصلصه ديال الطماطم، الحبق، رشه ديال السكر باش كنهرس داك الحموضه مطيشه، الملحه، شويه ديال البزار. كنغطي عليها ما بين 20 25 دقيقه حتى كطيب. فمن بعد ما خمرت لي العجينه فانا هنايا حسيت باللي العجينه كبر من الزلافه، فديروا زلافه كبر. كندي كازي داك العجينه ومن بعد كنبدا هكا كنشكل كرات على هذا الشكل. غنغطي عليها غير واحد 10 دقائق او 5 دقائق غير باش يسهل عليا الطلق ديالها، باش نبدا نطلقها بالدلاك. كنرش رشه ديال الدقيق الفينو وكنسرحها على هذا الشكل. كندير الصلصه ديال الطماطم والجبن، وكندير شويه ديال الحبق، فتقدروا ديروا الزعتر او الحبق يابس الا كان عندكم. وكنبدا كنسد على هذا الشكل هذا. فحتى كنسالي الكميه كامله عاد نبدا الطياب. ففي مقله سخونه كندير شويه ديال الزيت وكنبدا كنحط داك الخبيزات هكاك. فملي كنبدا كنحس بالجهه طابت فكندير شويه ديال الزيت وكنقلبهم. فالمقادير كيف العاده غادي تلقاوهم في اول تعليق، ونلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله، ونلقاكم على خير.